الفيديو ده انا عامله مخصوص بخصوص اللهجة اللي انا معتز بيها وبتكلم بيها، لان في ناس كتير ممكن يستغرب اللهجة، ممكن يقول لك انت ليه بتتكلم باللهجة ديت وانت عايش في امريكا. طيب هو هل الامريكان يعني محتاجين ان انا اكلمهم بلهجة او بقى او ما او لا؟ مع احترامي يعني دي لهجة عادية. يعني الامريكان عايزين نتكلم انجليزي. الامريكان نفسهم، امريكا دي نفسها فيها لهجات كتير. الجنوب عندهم زي عندنا في مصر بالظبط. الجنوب الامريكي هتلاقيه بيتكلم لهجة مختلفة عن بتوع الشمال. ده هنا برضو في امريكا كده على فكرة، ده مش هزار، ده كلام حقيقي. يعني بيعتبروهم كمان يعني الكانتري بويز او الكانتري سايد اللي هم في الجنوب، او كأنه مثلا زي الصعيد كده في مصر. ليهم لهجة مختلفة انجليزي، بس لهجة مختلفة عن لهجة بتوع الشمال زي في مصر. القاهرة واسكندرية والوجه البحري بيتكلموا بلهجة، والصعيد أغلبه بيتكلم بلهجة مختلفة، وإن يكن حاليا يعني في اختلاف يعني بسيط جدا مش زي الأول. يعني في ناس كتير غيرت اللهجة بتاعتها علشان تتماشى مع الطبيعة العامة في مصر، لكن أنا بالنسبة لي كماهر معتز باللهجة اللي أنا طلعت بيها. واللهجة دي يعني ملهاش علاقة بثقافتك وبإنسانيتك وباحترامك وبأخلاقك. ده لهجة يعني شيء أنت بتتعلمه وأنت صغير، بتتولد تطلع وسط الأسرة اللي بتتكلم بلهجة معينة فبتتكلم زيهم. سلوكياتك بقى وإنسانيتك وأخلاقك وثقافتك وعلمك ملهوش علاقة تماما باللهجة. ممكن تلاقي واحد بيتكلم باللهجة ديت وتلاقيه يعني في مكانة يعني مفيش واحد تاني بيتكلم بقى أو معاه في نفس المكان، ملهاش علاقة. وممكن العكس، واحد يتكلم كده، ده يعني مش اللهجة هي اللي بتحكم على الإنسان. أنا عايز بس أقول للناس يا جماعة دي لهجتي اللي أنا معتز بيها، وكان ممكن أغيرها وأتكلم عادي أو بقى أو ما أو لأ، مفيش عيب في كده يعني، مش قصة. لكن في اختلاف في إن أنا بحاول أغير نفسي. أنا ممكن أغير نفسي للأفضل لسلوكيات معينة، لعلم، لثقافة، لإنسانية، لأشياء مفيدة. أما اللهجة دي حاجة بالفطرة، ممكن تغيرها وممكن تحتفظ بيها. أنا بعتز بيها وافتخر بيها وبحب أتكلم بيها، بحب دايما أتكلم باللهجة اللي أنا طلعت بيها، وما أعتقدش إن من السهل إن أنا ممكن أغيرها نهائيا. سواء اتعاملت مع ناس من بحري أو من الصعيد، نفس اللهجة، هي لغة واحدة اللغة العربية، بس ليها لهجات مختلفة. لكن لما اتكلم انجليزي مش هتكلم معاهم بقى او بقى او ما، بتكلم باللغة الانجليزية. تمام؟ كونك انت عايش في مكان بيتكلم لغة تانية مختلفة ملهوش علاقة باللهجة تماما. انا صعيدي، ولو رحت اي دولة في العالم هتكلم بلغة الدولة ديت، لكن لما اتكلم بالعربي بالتأكيد هتكلم باللهجة اللي انا طالع بيها. وده لا يقلل من حد ولا يزود من حد تاني. اللي بيقلل وبيزود الأخلاق، العلم، الثقافة، الإنسانية، الاحترام، محبة الناس. أما اللهجة دي ملهاش علاقة أبدا بنظرة الناس ليك. لكن أنا بستغرب إن في ناس ممكن تسخر من حد بيتكلم باللهجة دي، وناس تاني تسخر من اللي بيتكلم بقى ويقول لك دي اللغة مش عارف إيه ولهجة إيه. لا، دي لهجات، كل منطقة لها لهجة مختلفة. الثقافة العامة هي ثقافة الإنسان واحترامه وأخلاقه وعلمه، هو ده اللي بيفرق حد عن حد. أما اللهجة مفروض إنها يعني شيء مميز لكل منطقة، بتوع الشرقية، بتوع البحرية، بتوع الإسكندرية، بتوع الصعيد، كل منطقة لها لهجة. وممكن التاني يشوفها قليلة أو كتيرة، دي ملهاش علاقة، مفروض ملهوش علاقة إنه يحكم على حد بالطريقة دي. دي لهجتي اللي أنا بحتفظ بيها. لو رحت أي مكان في العالم هتكلم عربي هتكلم باللهجة دي، مش هتكلم بلهجة خليجي عشان بكلم خليجي، مش هتكلم بلهجة قاهرية عشان بكلم القاهري، مش هتكلم بلهجة تونسية عشان بكلم التونسي. لا، اتكلم باللهجة العربية اللي انا طالع بيها ديت، اللهجة الصعيدية اللي انا متربي بيها. لكن لو لغة تانية دي قصة تانية خالص، هضطر اتعلم اللغة بتاعته.
لكن من اللهجة هحتفظ بنفس اللهجة وهتكلم بنفس اللهجة. انت بقى عجباك اللهجة مش عجباك ده شيء يخصك انت، لهجتك شخصيا تعجبني ما تعجبنيش ده شيء يخصني، لكن ما احكمش عليك من خلال لهجتك ولا اعظم منك واقلل منك بناء على لهجتك. مفروض نتعلم كده، اللهجة او اللغة بتكون شيء بالفطرة انت طالع بيه، ما امتزتش عن حد عشان انت بتتكلم لهجة مختلفة، مفيش اي امتياز، ملهاش اي امتياز. عايز تغير براحتك، عايز تفضل على نفس اللهجة دي بترجع لشخصيتك وطريقة تفكيرك. انا ما احبش تغيير اللهجة، بحب اتكلم بنفس اللهجة اللي انا طالع. ممكن من اسرتي نفسها تلاقي ناس بتتكلم باللهجة التانية، لكن انا شخصيا لا افضل ان انا اغير اللهجة اللي انا طلعت بيها وبعتز بيها. سلام.